عليهم. وأصل هذه الأسرة العثمانية وحكايتها قصتها عجيبة، وذاك أن أيام الاكتساح التتري المغولي لجمهوريات أو بلاد ما وراء النهر تسمى اليوم الجمهوريات، حصل لها اكتساح معروف تعرفونه. هذا الاكتساح أدى أن تهجر نصف مليون موطنهم من التركستان الغربية، ويتحركون ويهربون من وجه التتار. وذاك أن التتار كانوا مكتسحين وبقوة وسفاكي دماء، وكانوا قتلة، وكانوا ففي الحقيقة فهذه المجموعة خرجت هربا من وجه التتار، نصف مليون تقريبا. كان فيها عشيرة صغيرة تسمى عشيرة قايي، هؤلاء أهل التركستان. وأنا قلت لكم التركستان الغربية تنقسم إلى 5 جمهوريات اليوم: طاجكستان وأوزبكستان وقرغيزيا وقزاقستان وتركمانستان. هناك تركستان الشرقية تقع تحت يد الصينيين وتسمى سينكيانغ، يعني الأرض الجديدة. الصينيون يحتلونها اليوم. المهم باختصار، هذه عشيرة اسمها قايي، عبارة عن 4000 شخص تحركوا شمال غرب تجاه الأناضول، ومن تركستان إلى الأناضول. في طريقهم إلى الأناضول كان عليهم رجل اسمه كندز ألب، هكذا اسماء أتراك، كندز ألب. هذا كندز ألب كان يسير بعشيرته، فوجد هنالك معركة في سهول الأناضول الشرقية بمحاذاة فارس. يعني هذه المعركة ما تبين من طرفاها، لكن اتجه إلى الطرف الضعيف لينصره مروءة وحمية. رأى طرفا ضعيفا أراد أن ينصره في المعركة، دخل. ولعجيب الأقدار أن هذا الطرف الضعيف كان هو سلطان السلاجقة الروم، ويسمى علاء الدين، السلطان علاء الدين. هذا السلطان هو سلطان السلاجقة الروم. وما قصة سلاجقة الروم؟ سلاجقة الروم مسلمون من السلاجقة من الأتراك أيضا، كانوا قد ارتحلوا الأناضول وكونوا دولة هنالك قبل العثمانيين بمدة طويلة. وكان العثمانيون يقاتلون، قيل خوارزم شاه وقيل المغول، يعني اختلفوا من يقاتلون، مؤرخون اختلفوا، لكن علاء الدين هذا فنصر علاء الدين على الطرف الآخر. فسر علاء الدين جدا، ورأى فيه وفي قومه 4000 قوة وشجاعة ومهارة حربية، فأقطعهم أرضا بينه وبين الدولة البيزنطية الرومية. وسيأتي الآن تفصيل يسير عن هذه الدولة، حتى يكونوا سدا منيعا أمام البيزنطيين وأطماعهم في آسيا الصغرى كما تسمى اليوم. تركيا موجودة في حدودها بما يسمى آسيا الصغرى، الأناضول إلى آخره. فاقتنعوا بهذا المكان. ما لبث كندز ألب أن توفي، وجاء بعده أرطغرل ابنه. أرطغرل بدأ يوسع رقعة هذه الدولة. استلم أبوه الدولة عبارة عن 2000 كيلومتر مربع، 2000 من الأكيال المربعة من سلطان علاء الدين. توفي الوالد وسلم لأرطغرل بلدا مساحته 16,000 من الأكيال المربعة. توسع من جهة الدولة البيزنطية، من جهة الروم كما كانوا يسمون آنذاك. أرطغرل وهو على فراش الموت يوصي ابنه عثمان الذي جاء بعده أميرا، وسلمه دولة عبارة عن 192,000 من الأكيال المربع. تضخمت الدولة كثيرا. يوصيه على فراش الموت بوصايا عجيبة، منها مراقبة الله تعالى، تطبيق شرع الإسلام، تطبيق كتاب الله تعالى، العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الالتفات إلى الجند، تربيتهم على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، العناية بالعلماء والمشايخ. هذه وصية أرطغرل لابن عثمان على فراش الموت. فهذا يدلك على أصل الدولة وإسلامية الدولة وكيف كانت تلك الدولة آنذاك. جاء عثمان وصار سلطانا، أو صار
قائدا عاما على الدولة، رئيسا للدولة بعد ما استقرت كلمة سلطان آنذاك. عثمان أيضا توسع وافتتح ما يسمى بقرى حصار. هذه قلعة موجودة اليوم في أواسط تركيا. سر على الثالث، على الدين الثالث آنذاك، سر جدا وثبته وصار يدعو له في الخطبة، خطب الجمعة، وصار يكتب اسمه على المسكوكات النقود لأنه رأى فيه شجاعة وقوة وإقداما. لكن كانت الدولة السلجوقية سلاجقة الروم كانوا على وشك الانتهاء، وفعلا لما السلطان هذا ما استطاع أن يحتفظ بالدولة علاء الدين الثالث، وانقسمت آسيا الصغرى كلها إلى 7 دول، منها الإمارة التي بيد عثمان أعلن استقلاله، وكل أعلن استقلاله في مكانه. أعلن استقلاله في مكانه عثمان، وصار أميرا على سلطنة مستقلا بحكم ذاتي عليها. توفي هذا السلطان أو هذا الأمير رحمه الله تعالى، وخلف بلادا واسعة لابنه أورخان. وقلت لكم خلف 192 ألفا من الأكيال المربعة، وهي إمارة قوية كبيرة مقاييس ذلك الزمان، لابنه أورخان استمر بالفتوحات وأخذ أماكن في آسيا الصغرى، وقاتل البيزنطيين واستولى على حصون ومدن من البيزنطيين. وتوفي أورخان ليعهد لابنه مراد الأول، ثم أيضا مراد استمر. أنا أريد أن أوجز، أنا تاريخ متوسع جدا جدا. مراد استمر في الفتوحات وفي الانتصارات، ليتولى بعده ابنه بايزيد الأول. بايزيد الأول هو بايزيد الصاعقة، يسمى بايزيد الصاعقة. بايزيد الصاعقة توسع كثيرا ودخل في عمق أوروبا، وهدد القسطنطينية وحاصرها، واستطاع أن يرعب ملوك وأباطرة أوروبا طويلا بايزيد، واستطاع أن يخضع كثيرا من البلاد في أوروبا لحكمه، منها الصرب، وانتصر عليه في المعركة المشهورة في سهل قوصوه سنة 1389 ميلادي، يعني قبل تقريبا 6 قرون ونصف. استطاع أن يدمر السلطنة الصربية ويأخذ تلك البلاد، وصل إلى تلك النواحي، واستطاع أن يخضع كثيرا من البلاد ما بين الدولة العثمانية وما بين صربيا تحت إمارة هذه الدولة التي تضخمت كثيرا في زمن بايزيد الصاعقة. يسمى بايزيد الصاعقة، يلدرم بايزيد. يلدرم يعني عندهم الصاعقة بلغة اللغة العثمانية. لكن هنالك شيء حدث، وهو أنه بايزيد قام عليه تيمورلنك آنذاك. تيمورلنك تحرك من الشرق، المغول تحرك من الشرق، واستطاع أن يهزم بايزيد لعدة ظروف، واستطاع أن يأخذه أسيرا إلى بلاده ليموت هنالك. بعد بايزيد تفرق، كان له أبناء 4، تفرقوا وتحاربوا، أبناء 5 أبناء، تفرقوا وتحاربوا فيما بينهم، كل يريد السلطنة لنفسه، واضمحلت الدولة إلى أن جاء السلطان محمد، واستطاع أن هذا السلطان أن يوحد مرة أخرى أجزاء الدولة العثمانية، واستطاع أن يربط بين أطرافها المترامية بسرعة، ويعوض شيئا كثيرا من الذي فاته بعد وفاة والده. السلطان محمد كان له ولد سماه مرادا الثاني، بعد مراد الأول هذا مراد الثاني. ومراد الثاني توغل في أوروبا أيضا وفعل أفاعيل بالغربيين، واستعادت الدولة العثمانية شيئا كبيرا جدا من هيبتها وقوتها بعد ذلك، ليسلم السلطنة لابنه محمد الثاني. محمد الثاني هو محمد الفاتح. محمد الأول هو الذي لم أطراف السلطنة من جديد بعد فتنة تيمورلنك، جاء ابنه مراد الثاني، ثم جاء محمد الفاتح سلطان محمد خان. إذن هذا هو ترتيب السلاطين إلى أن وصل الأمر إلى السلطان محمد الفاتح، الذي هذا السلطان الكبير في الحقيقة عاش فقط 53 سنة.
تولى السلطنة عمره 23 سنة فقط. وهذه مهداة، هذا الخبر يهدى إلى الشباب اليوم الذي عمره في الجامعات 23 سنة ولا يحسن التصرف، لا يستطيع أن يبت في شأنه وأمره، لا يستطيع أن يحزم أمره، لا يستطيع أن يفكر في مستقبله على وجه جيد. فهذا سلطان تولى سلطنة على بلاد ضخمة جدا مهددة من أطرافها جميعا بالأعداء، سواء كان في آسيا الصغرى أو في أوروبا، لكنه مع ذلك استطاع أن يثبت، واستطاع أن يثبت نفسه سلطانا كبيرا، واستطاع أن يتوسع توسعا ضخما ليفتتح القسطنطينية ويهز ملوك وسلاطين وأباطرة أوروبا آنذاك. إذن قضية هذا شاب صغير وسيرته تصلح لشبابنا اليوم الذين نتوخى منهم أن يعيدوا مجد الإسلام إن شاء الله تعالى من جديد، وأن يكونوا جند الإسلام، وأن يكونوا الأداة إن شاء الله تعالى الصالحة التي تعيد هذا المجد من جديد. أبوه السلطان مراد عني بالسلطان محمد الفاتح منذ نعومة أظفاره وهو شاب صغير، وكان يرسل إليه المشايخ، شاب صغير يستهزئ بالمشايخ يردهم، ما يريدهم، ما يريد أن يدرس. فطلب أبوه شيخا مهيبا قويا، فدلوه على الملا الكوراني، هذا اسمه الملا الكوراني. كان شيخا كبيرا ضخما، ضخم الجثة، مهيب الطلعة، كث اللحية، قوي الجسد. فعهد إليه السلطان مراد بتربية ابنه محمد الفاتح، وأعطاه قضيبا قال هذا تضربه به إن خالف الأوامر. وهذا يدلك كيف أن الوالد مهتم بتربية ابنه على الإسلام وعلى الدين وعلى القرآن وعلى هذه المعاني الرائعة، ولو أدى أمره إلى ضربه، وهو ولي عهده وخليفته من بعده. لكن هذا يدل على عناية سلاطين آل عثمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنايتهم بتعليم أبنائهم التعليم المناسب. دخل على محمد الفاتح وشاب، أظن كان عمره 14 عاما، وفيه شموخ الإمارة وقوة وهو ولي العهد فصار يستهزئ بالملا. قال وأنا إن أباك قد أعطاني قضيبا لأضربك به إذا خالفت أمري، فازداد ضحكه، فما كان منه لأن عاجله بضربة قوية أطارت صواب هذا الأمير الشاب الصغير المتمرد، وأدرك أنه أمام طراز جديد من المشايخ، وأنه لا بد أن يسمع كلام هذا الشيخ. وهذا الذي حدث، واستمع لكلامه، وعلمه الشيخ كتاب الله تعالى ما بضعة سنوات، وختم الشاب بالقرآن، وسر السلطان مراد سرورا عظيما بهذا، ودرس على يديه علوم الدين والتاريخ والرياضيات والفلك، فكان هذا الشيخ شيخا موسوعيا، واستطاع أن يدرس الولد اللغات الإسلامية. وإذا قيل اللغات الإسلامية آنذاك فيقصد بها العربية والعثمانية والفارسية، اللغات الثلاث. بعض المؤرخين تقرؤون في كتب يشيرون إليها باللغات الثلاث، وبعضهم يقول اللغات الإسلامية. اللغات الثلاث واللغات الإسلامية هي هذه: العربية والعثمانية والفارسية، هي لغات الإسلام آنذاك. فعلمه اللغات الثلاث. الشاب ما شاء الله أقبل العلم، كان ذلك درسا له، أقبل العلم وبهمة ونشاط عجيبين، وتعلم بإضافة إلى اللغات الثلاث اللاتينية والسلافية، لغة الصرب والبلقان آنذاك، وقيل العبرية، الله أعلم، فيها شك بين المؤرخين، لكن المقطوع به أنه كان يعرف 6 لغات بل أكثر، وتوسع في ثقافة عصره، واستطاع أن يدرس العالم من حوله دراسة قوية وجيدة. أبوه عهد إليه بولاية تسمى ولاية مغنيسيا، يعني ولاية عثمانية، ليتدرب وهو ولي العهد على فن الإدارة. كما أن أباه كان يأخذه في حروبه في أوروبا ليصقل شخصية ولده، وليتعلم ولده الكر والفر، وليبتعد شبح الرعب من الحروب عن ولده، وليعتاد هذه المعارك الضخمة الكبيرة. الولد لما ذهب إلى مغنيسيا أرسل مع مجموعة من العلماء، على رأسهم عالم كبير جدا كان له أثر واسع كبير في السلطان محمد الفاتح بعد ذلك، وهو العالم آق شمس الدين. آق شمس الدين كان رجلا كبيرا في السن، لكنه كان يبث في قلب محمد الفاتح
الرغبة الكبيرة في فتح القسطنطينية، وكان ينبئه ويبشره بأن الفتح سيكون على يديه، ويحمسه ليحقق هذا الفتح العظيم، ويحقق الله تعالى هذا الفتح على يديه. وهذا الأمر سبحان الله منذ سنوات